السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف الأول الثانوي، أهلا بحضراتكم. في الفيديو ده إن شاء الله هيكون معانا بعض استخدامات الآلة الحاسبة في فرع الجبر، سواء كان ضرب المصفوفات أو استخدامها في قيمة المحدد أو استخدامها في إزاي إن أنا أجيب المعكوس الضربي المصفوفة، بجانب بعض القوانين والاختصارات اللي إحنا كنا بنقولها في الحصة وممكن تكون بعض الطلبة نسيتها أو ما سجلتهاش عندها. على سبيل المثال عندنا مثلا المصفوفة أ عبارة عن 1 و2 سالب 1 و3، ودي نظامها 2 في 2. ومعايا مصفوفة ب عبارة عن 1 2 4 سالب 2 0 3، ودي عبارة عن 2 في 3. ينفع نضربهم في بعض، لأن احنا قلنا إن يكون عدد أعمدة المصفوفة الأولى بتساوي عدد صفوف المصفوفة الثانية. طب أنا دلوقتي الطريقة الأولانية في طبعا الاختصار الأول بتاعة الضرب، اتفقنا إن احنا بنمسك المصفوفة أ ديت وبكتب العناصر بتاعتها الصفوف بالشكل ده كده، هنقول 1 و2 سالب 1 و3. بعد كده عندي هنا كل عمود بنكتبه في صورة صف، يعني هنا 1 وسالب 2 فيكون بالشكل ده كده 1 سالب 2. العمود التاني هيبقى 2 وصفر. العمود التالت 4 و3. بعد كده نبدأ نشتغل ضرب عادي خالص. 1 في 1 هيدينا 1، 2 في سالب 2 يبقى هنا سالب 4، 1 في 2 ب2، 2 في صفر يبقى هنا صفر، 1 في 4 ب4، 2 في 3 يدينا 6. بعد كده نخش على الصف التاني، يبقى سالب 1 في 1 يبقى سالب 1، 3 في سالب 2 يبقى سالب 6، سالب 1 في 2 يبقى سالب 2، 3 في صفر يدينا صفر، سالب 1 في 4 يدينا سالب 4، 3 في 3 يدينا 9. في الحالة دي المصفوفة أ ب هتكون على نظم 2 في 3، لأنه بيبقى عبارة عن عدد صفوف المصفوفة الأولى في عدد أعمدة المصفوفة الثانية. الناتج هنا كده هيبقى عبارة عن سالب 3 2 10 سالب 7 سالب 2 وهنا موجب 5. دي كده الطريقة بتاعت الاختصار اللي احنا كنا بنقول عليها بدل ما تتلخبط في ضرب صف مع عمود. طبعا الطريقة التانية لو جالي المسألة ديت وأنا عايز أستخدم الآلة الحاسبة، بأول حاجة بضغط على زرار المود، بعد كده بختار كلمة ماتريكس اللي هي رقم 6، بعد كده بختار اسم المصفوفة وأنا عندي هنا ميد A رقم 1، وعندي نظامها 2 في 2 اللي هي عندي رقم هنا 5. بدخل العناصر صف صف، يبقى هنا 1 بقول له يساوي، 2 يساوي، سالب 1 يساوي، 3 يساوي. بعد كده بضغط على زرار ال AC، عايز أدخل المصفوفة ب فبضغط شيفت 4، بعد كده بختار كلمة داتا اللي هي رقم 2، بعد كده بختار كلمة ميد بي اللي هي رقم 2، وبختار نظم المصفوفة عندي هنا 2 في 3 اللي هو رقم 4 عندي أهو، وأدخل برضو العناصر صف صف، يعني 1 2 4 بعد كده سالب 2 بعد كده صفر بعد كده 3، واضغط برضو على زرار ال AC. كده بقى المصفوفتين متسجلين عندي على الآلة الحاسبة. عايز أضرب المصفوفتين هقول له شيفت 4، بختار كلمة ميت A رقم 3 في المصفوفة ب، شيفت 4 ميت B اللي هي رقم 4، واقول له يساوي. أدا هنا أهو، تعالى نقارنها بقى باللي احنا مطلعينها. أدا سالب 3 2 10 سالب 7 سالب 2 5. ده كده ازاي اضرب مصفوفتين ببعض، وازاي ادخل مصفوفه اولى وبيانات المصفوفه الثانيه. طيب دي كده كان اول حاجه معانا. تاني حاجه معانا ازاي اجيب المعكوس الضربي للمصفوفه اللي قدامي. طبعا احنا عارفين ان احنا اول حاجه بنروح نجيب المحدد، بضرب عناصر القطر الرئيسي ناقص عناصر القطر الفرعي، يعني 6 في سالب 4 بسالب 24 ناقص سالب 11 في 2 اللي هي سالب 22، يبقى سالب 24 موجب 22 يدينا سالب 2. بعد كده بنقول 1 على قيمة المحدد، يعني هنا يبقى سالب نص، في المصفوفة نفسها بنبدل عناصر القطر الرئيسي، يعني هنا يبقى سالب 4 وهنا 6، وبنغير إشارات القطر الفرعي، يعني هنا هيبقى سالب 2 وهنا هيكون موجب 11. بعد كده بضرب
العنصر سالب نص في كل عناصر المصفوفة اللي عندي، يبقى أنا عندي هنا هيبقى عبارة عن 2، بعد كده هيبقى هنا 1، هنا هيبقى سالب 11 على الاتنين، وهنا هيكون الناتج سالب 3. كده أنا رحت جبت المعكوس الضربي للمصفوفة. طب الطالب نسى هيتلخبط في الإشارات، مين اللي هيتبدل مين اللي هيتغير إشاراته؟ قلنا بسهولة جدا ممكن نروح للآلة الحاسبة، نفس اللي احنا عملناها، نضغط برضه على زرار المود، بعد كده ماتريكس رقم 6، بعد كده بختار مثلا المصفوفة ميت A رقم 1، هنا نظام 2 في 2 اللي هي رقم 5 عندي هنا، وادخل العناصر صف في صف، يبقى هنا 6 2 سالب 11 سالب 4، بعد كده بضغط على زرار ال AC واعمل شيفت ماتريكس رقم 4، بعد كده بختار اسم المصفوفة اللي انا اخترتها، وبعد كده اقول له سالب 1 اللي هي عندي هنا x أس سالب 1، واقول له يساوي. تعال نقارن اهو، 2 1 هنا سالب 3، هنا سالب 5.5. لو انت بصيت على تحت هتلاقي سالب 11 على 2. لو جات لك بالشكل ده وانت عايز تحطها في صورة كسر، بضغط على زرار الاس دي هنا كده يحولها لي سالب 11 على الاثنين. ده لو انت عايز تجيب المعكوس الضربي للمصفوفة عن طريق استخدام الآلة الحاسبة. نيجي على ازاي اجيب قيمة محدد ثلاثي. اتفقنا انها 3 طرق، الطريقة طبعا العادية اللي هي الاشارات، والطريقة الثانية اللي هي من غير اشارات عن طريق الاقطار الرئيسية والاقطار الفرعية وهنقولها دلوقتي، وبرضه استخدام الآلة الحاسبة. طيب الطريقة اللي هي العادية او الاختصار بنقول ايه؟ بننقل اول عمودين 3 2 5 2 سالب 6 1، بعد كده هيبقى عندي ده القطر الرئيسي بالشكل ده كده اهو، نضربهم في بعض، يعني هيبقى عندي هنا 3 في سالب 6 في 5. طبعا ده كله ممكن تعمله مباشر على الحاسبة، بس انا بعملها لك خطوة خطوة عشان تبقى واضحة معاك. بعد كده زائد 2 في 2 في 5، بعد كده 3 في 2 في 1، ناقص بعد كده عناصر القطر الفرعي بالشكل ده كده، يعني هيبقى 2 في 2 في 5 زائد 3 في 2 في 1، 3 في سالب 6 في 5 بالشكل ده. لو انت بصيت ممكن بمجرد النظر تبقى عارف الناتج، تقول لي زي ما مستر. بص كده، 3 في سالب 6 في 5 اهو، 2 في 2 في 5 اهي، 3 في 2 في 1 اهي، يعني الناتج بمجرد النظر صفر. طيب ده انا دلوقتي حلناه بطريقه الاختصار، وطبعا لو الارقام ما كانتش اختصارها بالشكل ده ان هو يطلع بصفر، كنا ممكن على طول على الآلة الحاسبة هنجمع كل ناتج لوحده ونطرحهم من بعض. طيب الطريقة التانية اللي أنا على طول عايز اللي جاي لي السؤال ده اختار وأنا على طول عايز أعملها على الآلة الحاسبة، برضو مود ماتريكس رقم 6، بعد كده بختار كلمة 100 A، بختار نظام 3 في 3 وأدخل عناصر صف صف. بعد كده بضغط زرار الاي سي شيفت ماتريكس رقم 4، بعد كده بختار رقم 7 اللي هي الديد، بعد كده اعمل شيفت 4 تاني وبختار كلمة 100 A اللي هي رقم 3، واقول له يساوي، هيطلع على طول طبعا ناتج صفر زي ما احنا مطلعين. طبعا ديت الاستخدامات الآلة الحاسبة في الثلاث حاجات اللي احنا قلنا عليهم. في بقى بعض القوانين كاختصارات لو جات لك ازاي تستخدمها. اول حاجة لو جالي القاعدة الاولى بالشكل ده، لو جالي قال لي هنا أ بتساوي 1 في ك، أو 1 ك صفر 1، يعني أنا عندي القطر الرئيسي 1، القطر الفرعي منهم 1 بصفر اللي هو على الجزء الأيمن ده، وهنا ك أي رقم مهما كان اللي موجود عندي، وبيلي أ السنون أ أس 3 أ أس 4 أ أس 5 أ أس 2. ك في الحالة دي ضرب مصفوفات. في الحالة ديت بسيب كل العناصر زي ما هي، لكن بضرب ك في قيمة ن، يعني لو جالي المصفوف بالشكل ده 1 4 0 1 وقال لي عايز أ أس 5، خلاص ده
الثلاث عناصر دول هسيبهم زي ما هم، ورقم 4 راح ضربه في 5 يدينا 20. طب لو انا مديني مصفوفه أ كلها وحيد، كل العناصر اللي فيها وحيد، وجه ليه أ أس ن، أ أس ن، طب في الحالة دي أعمل إيه؟ ساعتها الناتج بتاعنا عبارة عن بسيب المصفوفة زي ما هي، بس هنا عبارة عن 2 أس ن ناقص 1. يعني إيه الكلام ده يا مستر؟ يعني لو مدينا أ 1 1 1 1 ولا أنا عايز أ أس 4، نقول له جميل، أدي المصفوفة زي ما هي اهي. العنصر اللي هيتكتب بره 2 أهو، أس ن ناقص 1، ال4 ناقص 1 يدينا 3. طب ما هو 2 أس 3 اللي هي ب8، واضرب ال8 في كل عناصر المصفوفة اللي قدام. طب لو جالي الشكل ده كده، القطر الرئيسي أرقام لكن القطر الفرعي صفار، وعايز أ أس ن، عايز أ أس 3، عايز أ أس 5، عايز أ أس 6، مهما كان الأس، نعمل إيه؟ كده كده أهو بكتب المصفوفة. شوف بقى معايا، العناصر بتاعة القطر الرئيسي أرفعها لنفس الأس بتاع المصفوفة. يعني لو أنا مدينا المصفوفة أ عبارة عن 3 0 0 2، ولا أنا عايز أ أس 4، يبقى في الحالة دي 3 أس 4 و2 أس 4، يبقى بقت المصفوفة 81 0 0 16. طب يا مستر لو كانت المصفوفة بالشكل ده، ك صفر ك ناقص م م، يعني العنصر اللي هنا عبارة عن ك ناقص م، يعني عبارة عن ناتج طرح العنصر الموجود في الصف الأول العمود الأول ناقص العنصر الموجود في الصف الثاني العمود الثاني. في الحالة دي لو جه قال لي أ أس ن، كل الأرقام اللي هنا تترفع لأس النون. بمعنى بص كده المصفوفة اللي قدامي 3 0 2 1، لو بصيت على الاتنين دي هلاقيها إنها عبارة عن حاصل طرح 3 ناقص 1. في الحالة دي لو قلت لك أ أس 4 بكام؟ تقول لي يبقى أنا هرفع التلاتة لأس 4 والاتنين لأس 4 والواحد لأس 4، بس بشرط إن العنصر الموجود هنا اللي هو في الصف الثاني العمود الأول يكون حاصل طرح 3 و1 بالشكل اللي قدامنا ده كده. طب لو أنا مدينا مصفوفة أ، الصف الأول نفس العنصر، الصف الثاني نفس العنصر بس بإشارة مخالفة. يعني لو فوق مثلا 2 2 تحت -3 -3 زي المثال اللي معانا ده، وقال لي هنا عايز أ أس ن، يعني الصف الأول عنصرين شبه بعض والصف الثاني عنصرين برضو شبه بعض بس اللي فوق بالموجب واللي تحت بالسالب. في الحالة ديت بسيب المصفوفة زي ما هي واضرب العبارة عن 2 أس ن ناقص 1. يعني أنا عندي 2 2 -3 -3، وقلت أنا عايز أ أس 4، يبقى في الحالة دي أقوم قايل 2 أس 3 اللي دي جت منين؟ 4 ناقص 1، وأسيب المصفوفة زي ما هي 2 أس 3 ب8، وأبدأ أوزع ال8 على بقية العناصر. طيب آخر حاجة معانا في جزء المصفوفات، لو أنا عندي الصف الأول ده كده عبارة عن عنصرين لكن الصف الثاني عبارة عن اصفار، وجه قال لي أنا عايز أ أس ن، طب في الحالة دي بعمل إيه؟ ركز بقى معايا في الحتة دي. ك اللي هو العنصر الموجود في الصف الأول العمود الأول بيترفع لنفس الأس. تعالى بقى للعنصر الموجود في الصف الثاني العمود الثاني، الصف الأول العمود الثاني اللي هو م، إيه اللي بيحصل له بقى هنا؟ في الحالة ديت بينضرب في ك أس ن ناقص 1. تاني بينضرب في ك أس ن ناقص 1. يعني لو أنا عندي أ عبارة عن 3 2 0 0 وطلب مني أ أس 4، في الحالة دي أعمل إيه؟ أهو العنصر الأول ده اللي هو 3 أرفعه لنفس الأس أس 4. طب الاتنين إيه اللي يحصل فيها؟ تنضرب في العنصر الأول بس العنصر الأول مرفوع لأس ن ناقص 1. طب 4 ناقص 1 يدينا كام؟ يدينا 3. ديت القواعد بتاعة الاختصارات الأساسية. في قاعدة كده بقى مختلفة بنسيبها لوحدها بره الستة دول. لو جالي بالشكل ده أ بتساوي -2 5 3 2، هنلاحظ هنا إن القطر الرئيسي عبارة عن عددين كلاهما معكوس جمعي للآخر، والقطر الفرعي عناصر عادية، وطلب مني هنا أ أس 4 أو أ أس 3. اشمعنى هنا عملناها على إنها مسألتين؟ اللي هيفرق معايا يا ترى الأس زوجي
ولا الأس فردي؟ لو الأس زوجي بجيب، خلي بالك بقى معايا، مقياس محدد المصفوفة. مقياس محدد المصفوفة أس ن على الاتنين في اي اللي هي مصفوفة الوحدة. أما لو فردي بيبقى مقياس محدد المصفوفة مرفوع لأس ن ناقص واحد على الاتنين في نفس المصفوفة اللي هي ألف اللي عندي هنا. طب تعالى كده نشوف مع بعض. يبقى أنا أول حاجة هروح أجيبها قيمة المحدد. قيمة المحدد عندي هنا هيبقى عبارة عن سالب 2 في 2 اللي هي سالب 4 وسالب 3 في سالب 5. طبعا هنا هيكون إشارة السالب طبعا ناقص القطر الرئيسي، فقلنا الفرع آسف، قلنا 3 في سالب 5 أو تقول ناقص 3 في 5 مفيش مشكلة 15، فيطلع هنا سالب 19. ناخد بقى المقياس بتاعها يبقى هنا 19. في الحالة ديت لما مسألة أس أ أس 4 يبقى المسألة عبارة عن 19 أس 4 في المصفوفة أي. 19 أس 4 اللي هي 361 في مصفوفة الوحدة اللي هي عناصر القطر الرئيسي بتاعها بواحد وعناصر القطر الفرعي اصفار. أما أ أس 3 فيكون 19 أس 3 ناقص واحد على الاتنين يبقى هيدينا واحد، فيدينا 19 في المصفوفة أ نفسها. يعني بضرب 19 في سالب 2 يبقى هيدينا سالب 38. هضرب 19 في 5 يبقى هيدينا 95. هضرب 19 في 3 هيدينا 57. هضرب 19 في 2 يدينا موجب 38. كده الجزء الأول الخاص بالجبر سواء كانت مسائل الحل بتاعها باختصارات أو باستخدام الآلة الحاسبة. طيب الجزء الثاني خاص ده بالهندسة، وهو أول جزء عندنا اللي هي المتجهات هندسية. أول حاجة طبعا لو جه قال لك أ ب هو عبارة عن متجه ب ناقص متجه أ. وجيت قلت لك لو قال لك د مثلا منتصف أ ب، في الحالة ديت قلنا يبقى المسألة عبارة عن 2 د بتساوي أ زائد ب. طبعا عشان مسائل الإثباتات أو مسائل يقول لك قيم المتجه ده زائد المتجه ده في الشكل الهندسي كذا يساوي إيه. وهنشوف دلوقتي مسألتين عليهم عشان برضو تفتكر اللي احنا قلناه. تالت حاجة لو جه قال مثلا إن م نقطة تلاقي المتوسطات، في الحالة دي قلنا يبقى م ديت عبارة عن متوسطات المثلث أ ب ج. في الحالة دي قلنا يبقى أ زائد ب زائد ج مقسومة على التلاتة. لو قال مثلا أنا عايز إحداثي د في متوازي الأضلاع أ ب ج د، في الحالة دي قلنا د عبارة عن أ زائد ج ناقص ب. دي كده كانت 4 حاجات سريعة جدا لشغل المتجهات هندسية. طب تعالى كده نشوف مع بعض مثال عشان نفتكر. لو جه قال لي في أول مثال مثلا أ ب ج د في ه منتصف ب ج. ه منتصف ب ج، يبقى احنا قلنا كده على طول وانت مغمض يبقى 2 ه بتساوي ب زائد ج. فهو عايز يثبت ان أ ب زائد أ د زائد د ج بيساوي 2 أ ه. تعالى مع بعض قلنا هنفك عادي خالص. ده أ ب هيبقى عبارة عن ب ناقص أ. أ د هيبقى عبارة عن د ناقص الأ. د ج هيبقى عبارة عن ج ناقص د. فلاحظ ان الدال راحت مع الدال. اتفضل عندي هنا ب وأ وج يبقى هنا سالب 2 أ زائد الج. هنلاحظ هنا ان الب والج مع بعض يدينا 2 ه. هناخد الاتنين عامل مشترك فيتفضل ه ناقص أ اللي هي عبارة عن 2 أ ه من غير ما ارسم ومن غير ما استخدم القواعد الهندسية بتاعتها. طيب السؤال التاني برضه عشان نفتكر مع بعض.
أ ب ج د شكل رباعي، بس المرة دي مدينا معطى 2 ب ج بيساوي 7 أ د. قلنا نفك المعطى ده قبل ما نشوف أساسا الإثبات اللي هو عايزه، يعني ده يبقى عبارة عن 2 ج ناقص 2 ب بيساوي 7 د ناقص 7 أ. تعال نشوف بقى المعطى. آسف الإثبات. اثبت إن 2 أ ب ناقص 2 د ج بيساوي 5 د أ. تعال نفك الأول الطرف الأيمن، يبقى عبارة عن 2 ب ناقص 2 أ ناقص، طبعا هنا عبارة عن 2 ج ناقص 2 د، بس في إشارة سالبة بره، يبقى بقت سالب 2 ج موجب 2 د. هنلاحظ بص بقى معايا، أدا 2 ب ناقص 2 ج، يا مستر ده هنا 2 ج ناقص 2 ب بيساوي 7 د ناقص 7 أ. طب لما أنا أغير الإشارة هنا يبقى هغير إشارة الطرف الأيسر، يبقى دي كانت لو أنا شلت الاتنين دول كده مع بعض هحط نفس الأرقام، نفس الطرف الأيسر ده بس بعكس الإشارة، يعني هحط سالب 7 د موجب 7 أ وأحط الاتنين دول زي ما هم. سالب 7 د وموجب 2 د يعني سالب 5 د. 7 أ ناقص 2 أ يعني موجب 5 أ. في الحالة ديت 5 أ ناقص 5 د اللي هي عبارة عن 5 د أ اللي هو المطلوب، وبرضه ما رسمناش أي رسمة، وبرضه في نفس الوقت ما احتاجناش إن احنا نستخدم القواعد الهندسية، سواء كانت قاعدة المثلث أو قاعدة متوازي الأضلاع أو قاعدة المتوسطات. الحاجة برضه الأخيرة بقى في جزء الهندسة اللي هي التقسيم. طبعا احنا قلنا ان ليها التقسيم سواء من الداخل او من الخارج له قاعده ثابته وقلنا على القوانين بتاعتها، لكن الطريقه الثانيه لو هو مديني المساله بالشكل ده، ا مديني الاحداثي بتاعها ومدينا ب الاحداثي بتاعها، وطالب احداثي ج اللي بتقسم ا ب من الداخل بنسبه 2 الى 3. الاثنين هنا قريبه من الالف والثلاثه هنا قريبه من الب. قلنا بنعمل عمليه عكسيه، بمعنى ايه؟ ما دام من الداخل بجمع الاثنين والثلاثه يبقى هنا 5، يبقى هنا 5 ج بيساوي التلاتة كانت ناحية الب هنروح نضربها في الألف، والاتنين قريبة من الألف هروح أضربها في الب زائد 2. يبقى هنا إحداثي ج هيبقى عبارة عن 3 ألف، يعني هضرب التلاتة في الإحداثي بتاع ألف يبقى هنا 9 و6 زائد الاتنين في الب هنا سالب 4 و14 على الخمسة. نجمع عادل الإحداثي بتاعنا 9 وسالب 4 يبقى هنا 5، 6 زائد 14 يدينا 20 على الخمسة، فبقت إحداثي ج 1 و4 بسهولة جدا. أما لو جالي التقسيم من الخارج، قلنا أهم حاجة نشوف هو طالب تقسيم مين؟ قال لي ج تقسم أ ب، بحيث إن أ ج إلى ج ب 3 إلى الاتنين، يعني هتكون بالشكل ده كده، دي كده 3 إلى الاتنين. قلنا في الحالة ديت ممكن تستخدم طريقتين للحل. الطريقة الأولانية ما دام هو من الخارج فكأني بطرح الاتنين دول، من الداخل جمعنا فهنا هطرح 3 ناقص 2 يبقى يدينا 1، ده ج. ونفس الكلام هنا التلاتة كانت قريبة من الألف تروح لب يبقى 3 ب، بس بدل ما هجمع هطرح ناقص 2 ألف يبقى 3 ب، يبقى عبارة عن 6 و9 ناقص 8 وهنا سالب 2، يبقى 6 ناقص 8 يدينا سالب 2، 9 ناقص 2 يدينا 11، وخلصت على طول المسألة على الشكل ده. أو قلت لك هنعتبر إن ب كأنها تقسم أ ج من الداخل بنسبة 1 إلى 2. هتقول الواحد ده جه منين يا مستر؟ دي كلها 3 والحتة دي ب2، يبقى 3 ناقص 2 يدينا 1، واشتغل على إن ب هي اللي تقسم أ ج بنسبة 1 إلى 2 من الداخل، وأجيب إحداثي ج زي المسألة اللي فاتت. طب تعالى كده نشوفها مع بعض. احنا طلعنا ج أهو سالب 2 و11، يبقى هنا كده أ ب ج بنسبة 1 إلى 2، وادي أ هي 4 وسالب 1 والب 2 و3 والج هسميها س.
اللي انا اصلا عايزه. في الحاله ديت هقول له ب، هجمع الواحد والاتنين يبقى 3 ب بتساوي الواحد قريب من الالف هتروح لج زائد الاتنين هتروح للالف. بص كده معايا بقى اهو، كده بقت ج عباره عن مين؟ بقت عباره عن 3 ب ناقص 2 الف، اللي احنا اساسا عملناها بنفس القانون او بنفس الصيغه اللي احنا كنا عملناها من التقسيم من الخارج، وهيطلع طبعا نفس الناتج لانها نفس الناتج. دي كده حاجة سريعة جدا لاستخدامات الآلة الحاسبة أو الاختصارات أو القوانين اللي احنا كنا بنقولها عشان تحل بعض المسائل بسهولة جدا بدون استخدام الطريقة التقليدية.